زلابيا أو لقمة القاضي زي ما بتحبوا تسموها سموها، بس هي كده حاجة سهلة وبسيطة، والنهاردة هعملها لكم بطريقة حلوة جدا. وأحلى حاجة فيها إن هي مقرمشة جدا، ودي ميزة يعني مش كتير بيعرفوا يطلعوا مقرمشة كده. فيلا بينا نشوف الوصفة اتعملت ازاي. شايفين الكفر الخارجي عامل ازاي مقرمش وتحفة، وهي من جوه كده مفرغة مش مكتومة ولا معجنة. يلا بينا نشوف المقادير لأنها بسيطة جدا، وكمان هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف علشان تاخدوها سكرين او تحتفظوا بيها عندكم. اول حاجه هبدا بيها اللي هو السيرب او الشربات. كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه ونص عصير ليمونه، وهرفعها على النار لمده 10 دقايق واقفل عليها على طول. انا عايزه شربات وسط، مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي. بعد ما ارفعه على النار هبدا يلا بينا بقى نشوف المقادير ايه. المقادير معايا عباره عن كوبايه واحده من الدقيق، عليها معلقه نشا كبيره، معلقه كبيره نشا، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، ربع معلقه صغيره من بتاعه الشاي بيكنج باودر، ونص معلقه خميره فوريه. تمام. هجيب بوله او طبق احط فيه كوبايه الدقيق واحط السكر والبيكنج باودر ورشه الملح والخميره والنشا. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف زي ما قلت لكم علشان اللي مش هيركز في الفيديو ياخدها سكرين معاه. هبدأ اقلب كل ده مع بعضه، ومعايا كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، ولازم تكون دافيه علشان العجينه تطلع معايا قوامها ناعم ومظبوط، وكمان عشان الخميره تختمر معايا. بيختلف بقى من نوع دقيق لدقيق، فانا بصراحه مليت كوبايه ميه حطيتها جنبي، بس في النهايه استخدمت كوبايه الا ربع من الميه بس. يبقى كوبايه الدقيق بتاعي خد كوبايه الا ربع من الميه. تقدري ان انت تنزلي حبه بحبه كده لحد ما توصلي للقوام اللي هوريهولك دلوقتي. كمان معايا في المقادير نسيت اقول لكم معلقه من الزيت، بس مش هحطها دلوقتي خالص. ايدي كده شغاله بتنيني كده، الف كده لحد ما العجينه تنعم معايا وما يبقاش فيها اي تكتلات خالص. اول ما نعمت معايا نزلت بمعلقه واحده من الزيت، وهفضل مستمريه في التقليب. وهوريكم دلوقتي ان انا استخدمت كوبايه الا ربع من الميه فقط. هقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تشوفوا القوام اللي انا عايزه اوصله دلوقتي. قوام ناعم ما فيهوش اي تكتلات ولا فيه اي شوائب. فبصراحه العجينه ناجحه جدا. ايوه انا عايزه بقى القوام ده. هغلفها بستريتش راب او غطيها بفوطه مطبخ تكون نظيفه، واسيبيها في جنب لمده ساعه وربع، من ساعه وربع لساعه ونص، علشان تفضل تاخدي افضل نتيجه منها. لما بتخمر بطريقه صح او بتخمر بوقت مظبوط، بتبقى مظبوطه جدا جدا بصراحه. هحطها بقى تختمر في جنب كده، هغطيها واحطها تختمر في جنب، ونيجي بعد التخمير نشوف هنعمل ايه. كده كنت بوريكم ان انا استخدمت كوبايه الا ربع فقط. هسيبها بقى لمده ساعه، ساعه ونص. وكمان بعد ساعه ونص هنفتح بقى، النور كان قطع فانا اسفه بقى على التصوير مختلف. هقلبها كده عشان اطلع منها اي فقاعات او اي فراغات هواء. هقلبها كده كويس، وهبدا ان انا اجيب كيس تلاجة او كيس حلواني اللي انت عايزه تشتغلي بيه اشتغلي. ممكن كيس تلاجة من بتاع اللبن، وبرده تفتحيه فتحه من الجنب كده وتعبي فيه لقمه القاضي او الزلابيه بتاعتك. او ممكن كيس عادي من هو بتاع الاكياس الحلواني اللي بنزين بيه الكريم شانتيه. هنزل بالكميه اللي عندي كلها، واهم حاجه بعد ما انزل بالكميه كلها افضل كده اضغط على الكيس عشان اطلع كل الفقاعات اللي موجوده داخل الكيس، علشان الفقاعات دي لما بتيجي تنزل مع الزلابيه بتوقف لك عمليه التنزيل. بتضغط كده ضغطه مره واحده مش هتطلع لك الشكل البيضاوي او الشكل الكروي اللي احنا بنحبه. معايا زيت بقى، طاسه كده صغيره مليانه زيت. هحط فيها زيت، وبعد ما الزيت يسخن واتاكد انه سخن هبدا كده اجيب معلقه او اجيب او بايدك او بالمقص. وطبق لو بالمقص بلي المقص زيت عادي من الطاسه. لو بره خلي طبق فيه زيت جنبك، وبايدك كده ابداي خدي الكرات على ايدك ونزليها على صبعك كده. في اشكال يعني في الاول ممكن تكون مش مظبوطه، وبعد كده ايدك هتاخد على الضغطه بتاعه لقمه القاضي، فان شاء الله تطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بقى ليها نص قليه. تقدري اصلا بالنص القليه دي ان انت تبرديها تماما وتعبيها في اكياس، تخرجي منها الهواء وتحطيها في الفريزر، وبتطلع على التحمير على طول تاني. لو انت حابه تخزنيها في الفريزر، يعني في المرحله دي بطلعها تبرد في طبق، وبعبيها في اكياس واحطها في الفريزر. ولما عاوز ناكل لقمه قاضي في اي وقت او حاجه مسكره سريعه في اي وقت بطلعها واقليها. كمان هقليها نص قليه واحطها في جنب. وهبدا ان انا بعد ما اخلص الكميه كلها
هقليها تاني بس بعد ما تبرد. شيلي الزيت في جنب وبردي لقمه القاضي بتاعتك، وبعد ما تبرد تماما انا كده بوزعها في طبق عشان تبرد. بعد ما تبرد تماما ابدأي ان انت حمريها تاني، وده سر القرمشه بتاعتها. الكفر الخارجي بيكون مقرمش وبيكون لونه ذهبي حلو قوي. اوصلي بقى لدرجه اللون اللي انت عايزاها براحتك. وده السيرب او الشربات بتاعي، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وسط. بعد ما بحمرها بقى للمره التانية هبدا ان انا احمرها اهو للمره التانية تسخن معايا. ودي المرحله اللي هي بتطلع لك لقمه القاضي مقرمشه، وكمان لونها ذهبي بيكون خرافه بصراحه. اقلبها تقلبتين ثلاثه كده لحد ما اللون معايا بمعلقه باي حاجه كده، بحيث ان انت في كل اتجاه يكون متحمر نفس اللون. واعمليها بقى لون ذهبي غامق كده، بيكون طعمها حلو قوي وقرمشتها بتكون حلوه بصراحه. بطلعها بقى من الطاسه في المرحله التانية من التحمير، احطها على الشربات وبعد كده بصفيها، وبعد كده بحطها في طبق التقديم. شايفين بقى لونها وجمالها عامل ازاي؟ حلوه قوي. والقرمشه والكفر بتاعها من بره خطير. يا رب الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. كنت معاكم الشيف هبه شيحه من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبه شيحه. ما تنسيش تعملوا شير للوصفه عشان كل حبايبكم يشوفوها. دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمه في حياتي، ومع السلامه.